اذا كان كيحسب لك راسك انك ماشي ديال الماط وانه باش يكون عندك معاه خاصك تكون دماغ او جيني، وان فهم الرياضيات مقتصر فقط غير على فئه من الناس اللي كنسميوهم العباقره او الاذكياء وغيرها من الخرافات اللي منتشره بشكل كبير في المجتمع ديالنا، ففي هذا الفيديو غادي نبين لك ان الماط اسهل من داكشي اللي كتوقع، اسهل من داكشي اللي كتوقع، وانه ما كاينش شي سبب اللي خلاك ما كتحملوش وبالتالي سي نورمال ما تفهموش قد هاد الاشاعات اللي منتشره عليه. اللي كيقول لك الماط الا عطاه لك الله راه عطاه لك، ما عطاش لك بلا ما تحمق راسك. في هذا الفيديو غادي نهرسوا غرور الانانيين، خاصه بعد التلاميذ واولياء الامور الله يهدينا ويهديهم اللي كيستمتعوا بفشل وليدات الاخرين اكثر مما كيستمتعوا بنجاح وليداتهم، واللي بغاو يخليو فهم الماط حكر فقط غير على وليداتهم باش ما يزاحموهمش وليدات الفقراء في مناصب الشغل. ملي كتمشي عنده كتقول ليه ولدك كي دار ليها في الماط، كيجاوبك بمنتهى الغرور ان ولدو موهوب، داكشي من عند الله، ولدي ذكي تبارك الله، اللي عنده واللي ما عندوش يشوف شي توجه اخر. وتحت شعار ولدي دماغ على ولدك، ولدي مطور على ولدك، ولدي نزق على ولدك، وحولينا كبر من حولكم، وباش نبانوا بوليداتنا واعرين في الماط خاصنا نروجوا ثقافه ان الماط شي حاجه معقده وماشي اي واحد يقدر يمشي فيها مزيان، باش ندوروها غير بيناتنا، وليداتنا يقراو في احسن المدارس ويحصلوا على ارقى المناصب، ووليدات الفقراء كما قال نيتشه لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الله. غتكون حسيتي بيا كنهضر بحرقه، لانني حتى انا عشت في كذبان لمده 8 سنين بانني ماشي ديال الماط، كنت كنغلط في عمليات الضرب والجمع والطرح، اما القسمه خلي داك الجمله راكد وصافي. حتى وصلت لكاتريام وقريت كتاب فيه ان اذكى دماغ عرفته البشريه البرت اينشتاين حتى هو عانى مع الماط. اذكى الناس اللي عرفتهم البشريه عانى مع الماط. تغرغروا عيني في ديك اللحظه وقلت اذا كان اذكى الناس عانى مع الماط فهذاك يعني ان المعاناه ديالي مع الماط حاجه طبيعيه، وكما تجاوزها هو علاش لا ما نتجاوزهاش حتى انا. ومن ديك اللحظه تغيرت حياتي ونقزت من 3 على 20 ل 20 على 20 اللي ملي حصلت عليها عرفت ان كل شيء ممكن. من ديك اللحظه عاهدت راسي انني نتقاسم هذا السر مع اي واحد كنعرفه، والحمد لله بزاف ديال الاصدقاء تغيرت علاقتهم بالماط من بعد ما بارطاجيت معهم النصائح اللي غنتقاسم معكم في هذا الفيديو، واللي كما العاده كنصحكم تشوفوا حتى الاخر، لانني غنبارطاجي معكم فيه جميع الخطوات اللي تبعتها واللي ولله الحمد بسببها ولا الماط من احب وامتع المواد القلبي من بعد ما كنت كنكرهه لدرجه ما دوجوش ليا مع العسل الحر. على بركه الله يا الله نبداو. من اول مره سمعت فيها كلمه رياضيات بديت كنتسائل علاش صالح هذا الماط، وحنا قريناه. ومن بعد ملي سولت كان الجواب باش اذا شريتي شي حاجه من عند مول الحانوت ما يقولبكش في الصرف. ولكن حبس اخويا، هذا الجواب قنعني حتى طلعت للسابعه اعدادي، وتما بدينا كنقراو الاعداد السالبه لدرجه ملي كنشوف ناقص 1 ناقص 2 دماغي كتسمع فيها ديك Une menace a été détectée. وانا ولفت كنحسب 3 زائد 3 كتساوي 6، ودابا وليت كنشوف ناقص 3 ناقص 3 كتساوي ناقص 6. ويلي كي داروا ليها. ومنين جاونا هاد الاعداد السالبه؟ ياك مول الحانوت كنتعامل معاه بالاعداد الموجبه، اش دخل الاعداد السالبه في الموضوع؟ دماغي ما بغاش يقبل الاعداد السالبه لدرجه انني اذا ما ديتش معايا كاليكاتريس ما كنقدرش نحسبهم. دماغي تخربق بكل ما تحمله الكلمه من معنى لدرجه وليت فين ما نحل الكتاب كيبدا يحرقني مخي ونحطو ونهز نقرا شي قصه. واحد النهار سولت راسي علاش كنستمتع بالعربيه وكنستمتع بالتربيه الاسلاميه بالتاريخ والجغرافيا وكنعاني مع الماط. لقيت الجواب انني كنتخيل العربيه، ملي كتكتب لي جمله كنتخيلها وكنحولها في دماغي لصور، وملي كتعاود لي قصه بالعربيه كنتبعها معك حتى للاخير وانا مستمتع ومتشوق للنهايه. ولكن ملي كتشرح لي شي درس ديال الماط كنحس بك كتهضر بشي لغه اللي انا ما كنفهمهاش، كتلقاني كنقول غير انت تسالي، لان الماط بالنسبه لي ناشف ما فيه لا مشاعر ولا احاسيس. فملي كتجي تقول لي 1 زائد اكس كتساوي 0 دماغي كيتخيل 1 وكيتخيل 0، ولكن ملي كنسول شنو هي اكس كيقولوا لي كتعني مجهول، شي حاجه ما معروفاش، دماغي ما كيقدرش يتخيلها. فدخلنا عليكم بالله كيفاش بغيتوه يتقبلها. قصه الحب ديالي مع الماط بدات نهار فهمت ان الاعداد السالبه بحال ناقص 6 هي فاش مول الحانوت كيسال لك 6 دراهم وانت عندك 20 درهم، يعني 20 ناقص 6 كتساوي 14. وناقص 3 ناقص 3 فهمتها ملي تخيلت صاحبي هز ليا من لا تروسه 3 ديال الاقلام، وصاحبي واحد اخر هز 3 اخرين، هي لا تروسه ديالي نقصوا منها 6 ديال الاقلام في المجموع، وبالتالي ناقص 3 ناقص 3 كتساوي ناقص 6. والمعادلات من الدرجه الاولى فهمتهم نهار فهمت ان اكس زائد 3 كتساوي 6 شنو هو العدد اللي نزيدوه ل3 ويعطينا 6، لقيت انه هو 3. وملي كنت كنتخيل الحل ديال هذه المعادله بهذه الطريقه والجواب ديالي كيكون صحيح كيقول لي الاستاذ النتيجه صحيحه، ولكن كي درتي ليها
اكيد غتكون نقلتيها، وانا ما نقلتهاش، انا فقط غير تخيلت شكون هو العدد اللي نقدر نزيدو ل3 ويعطيني 6، فبدماغي وصلت انه هو 3. فملي كنزيد نسول الاستاذ كيقول لي لا خصك دير اكس زائد 3 كتساوي 6، اذا اكس كتساوي 6 ناقص 3. وملي كنسولو علاش كي درتي ليها كيقول لي لان 3 ملي كنردوها للجهه الاخرى كتولي سالبه، وملي كنقول لي علاش الاستاذ كتولي سالبه كيقول لي شدها هكاك. في ديك اللحظه كنحس براسي بحال تقمعت، حتى جاب الله واحد الاستاذ كيعرف يوصل الفكره وقال لي نتخيل المعادله بحال الميزان، اذا زدت شي حاجه في شي كفه خاصني نزيدها في الكفه الاخرى باش نبقى محافظ على التوازن، وكذلك اذا نقصت شي حاجه خاصني نقصها في الجهه الاخرى. تما عاد فهمت علاش ملي كنردوا 3 للجهه الاخرى كتقلب ليها الاشاره، وبالتالي نهار تشوف ولدك او خوك الصغير ما كيحملش الماط فراه من حقه، لانه ما لقاش اللي يوصلوا ليه بالطريقه الصحيحه. والتعليم ديالنا للاسف مازال كيعتمد على التلقين والتحفيظ اكثر مما كيعتمد على التبسيط. كيعطيك قواعد وكيقول لك حفظها، وملي تسول علاش ولا كيفاش كيقول لك هكاك. وهذا هو السبب اللي خلانا نكرهوا الرياضيات، وهادشي علاش جيت في هذا الفيديو نبارطاجي معكم خطوات عمليه تطبيقيه تصلح بها علاقتك مع الماط وتولي تستمتع به بحال شي لعبه. على بركه الله نبداو بالخطوه رقم 1. اول نصيحه هي عرف شنو هو الماط ولاش صالح. الرياضيات لغه بحال الامازيغيه، الدارجه، العربيه، الانجليزيه. نقدر نجي كنخرف في هذه اللحظه، ولكن هذه الهضره راه ما جبتهاش من راسي. هاك سمع شنو قال واحد من كبار علماء الفلك والرياضيات، غاليليو. الرياضيات هو اللغه اللي تكتبوا بها القوانين ديال الطبيعه. فملي كنقول لك ان السرعه كتساوي المسافه مقسومه على الزمن، كنقدر نلخصها لك في معادله بلغه الرياضيات، في كتساوي دي مقسومه على تي. مثلا كتقطع مسافه كيلومتر في الساعه، كنقول لك فيزيائيا بلغه الرياضيات ان السرعه ديالك كتساوي 1 كيلومتر في الساعه. هنا كنستنتجوا ان الرياضيات حتى هو لغه، غير هو زايد على اللغه اللي كنتواصلوا بها بانه كيقدر يتنبأ بشي حوايج غيوقعوا في المستقبل. مثلا اذا كنتي كتربح كل نهار 100 درهم، بالرياضيات كنقدروا نتنبؤوا انك من بعد شهر غتولي تربح 3000 درهم، واللي عبرنا عليها بلغه رياضياتيه 30% كتساوي 3000. وهنا ضروري ننبه لنقطه مهمه، وهي انك ملي كتبغي تعلم لختك الصغيره جدول الضرب او خوك الصغير كتقول ليها 100 مضروبه في 30 كم تساوي. ملي كتسمع مضروبه ما كتفهمش، ولكن عكس اذا قلتي ليها بالانجليزيه 100 تايمز 13 تايمز كتعني مره، وبالتالي 100 معاوده 30 مره. هنا غتفهم انه كاين علاقه ما بين عمليه الضرب وعمليه الجمع، وغتفهم ان الرياضيات جات فقط باش تختصر علينا الطريق. بلاص ما نديروا 100 زائد 100 زائد 130 مره كنلخصوها في 100 مضروبه في 30، واللي كنفضل اننا نخدموا 100 معاوده 30 مره. خاصه وانني كنعقل على راسي ملي كنت صغير كيقول لي شي واحد 7 مضروبه في 3 كنبدا نتخيل كيف بيل 7 مع 3 كيتضاربوا، وبالتالي كنكون فهمت لغه الرياضيات بطريقه حرفيه خاطئه. وهكذا كنكونوا فهمنا علاش الرياضيات لغه، والدور ديالها كيتجلى في انها تنظم طريقه التفكير ديالنا. مثلا ملي كتكون جمعتي 200 درهم وكتقول شحال خاصني نزيد باش نكمل 1000 درهم، هنا بالرياضيات كتقدر تنظم التفكير ديالك بمعادله بسيطه. 200 زائد اكس كتساوي 1000، واللي هي معادله من الدرجه الاولى. اكس هو العدد علاش كنقلبوا هو المجهول. هنا بكل بساطه كتخيل بحال عندك شي ميزان، اذا نقصتي منه 200 في هذه الجهه كتنقص 200 في الجهه الاخرى باش يبقى الميزان في حاله توازن، وبالتالي كتلقى ان اكس كتساوي 800. وهكذا اي مشكله حسابيه واجهتك في حياتك كتقدر تترجمها للغه الرياضيات وتحلها بكل بساطه. ثانيا، حاول تفهم الدرس بالتمارين الرياضيه وماشي العكس. من بعد ما دقتي معايا الحلاوه ديال الماط وفهمتيه لاش صالح، ضروري ننبهك ان الحب ديال الماط ما كافيش باش تولي طياره فيه، ولكن خاصك تبرهن على الحب ديالك بالخدمه. وهنا ضروري ننبهك الخطا كيوقعوا فيه الاغلبيه، وهي انهم كيقراو الدرس وكيدوزوا يطبقوا الدرس في التمارين، وملي كيوحلوا في شي تمرين كيحسوا بالاحباط وخيبه الامل، وكيشكوا في ان الدرس ما كافيش باش يحلوا التمارين وكيستسلموا مع الوقت. عكس لو انهم خدموا سلسله تمارين غيلقاو راسهم تمرين بعد تمرين كيفهموا الدرس وكيعرفوا لاش صالح وفين كيتطبق. وهنا ضروري كبدايه تاخذ كتاب ديال التمارين المحلوله، ولكن ماشي تبقى تنقل لي الحل، بل حاول تحل التمرين بطريقتك الخاصه بالستيل ديالك الخاص بمجهودك الفردي، ومن بعد تقارن النتيجه مع الحل وتتعلم من اخطائك وتطور المستوى ديالك. وهكذا تمرين بعد تمرين كتلقى راسك تدربتي مزيان وليتي قادر تحل التمارين بلا ما تشوف في الحل مباشره. كدوز لتمارين بلا حلول وكتحاول انت تخرج الحل ديالها بمجهودك الفردي، وكتطلق لي الكرونو نعم سيدي باش كتدرب راسك على السرعه في الجواب باش تفادى انه ما يكفيكش الوقت في الامتحان. هنا ضروري ننبه لواحد المساله مهمه، وهي ان الاخطاء مهمه في الرياضيات، اذ اننا من الاخطاء كنتعلموا. فكلما كثرتي من التمارين، كلما كثرتي من الاخطاء، كلما تعلمتي من الاخطاء، كلما زدتي طورتي النيفو ديالك. ثالث نصيحه باش تولي طياره في الماط هي حاول تكون عملي وما تحاولش تفهم كل شيء. وهذه كتبقى اعظم نصيحه، لانه بكل بساطه الوقت ما غيكفيكش باش تعمق وتفهم في كل شيء.
ولذلك حاول تنظم الوقت ديالك بطريقه عقلانيه وتركز على الاهم. مثلا ماشي كل حاجه تنوض تقلب على البرهان ديالها، لانك اذا درتي هكا غادي تضيع بزاف ديال المجهود اللي بامكانك توظفه في المواد الاخرى. انت ما كتقراش غير الماط. وزيد عليها انك اذا بغيتي تفهم كل شيء غتبقى حاصل غير في درس واحد، بينما صحابك سالاو كاع الدروس اللي عندهم في الامتحان، وبالتالي هذا الشيء كيهدد النقطه اللي غادي تحصل عليها، وبالتالي كيهدد المستقبل ديالك في الدراسه. ولذلك حاول تاجل انك تفهم كل شيء حتى العطل اللي ما كتكونش متبوع فيها الامتحانات، وديك الساعه راه برا عليا، راه ما تتعمق ليا في الماط. وضروري ننبه المساله جد مهمه، واللي هي انه في الماط كاين مبادئ كنقبلوها لاننا كنبازيو عليها باش نفهموا حوايج جداد. السبب اللي كيخلي الاغلبيه ما تمشيش بعيده في الماط هي انها كتبغي تبرهن على كل شيء، وحنا عارفين انه اللي بغاها كامله كيخليها كامله. ولذلك حاول تكون عملي وتخلي هدفك تحل التمارين اللي كيتحطوا في الامتحان باسرع ما يمكن. هكذا كتضمن انك تجيب نقيطات واعرين اللي كيضمنوا نجاحك للمستوى التالي، واللي كيخليك تزيد تعمق في الماط وتعرف عليه اكثر درجه بدرجه. ولا بغيت تربح عندك غير طيح. وهكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. ولذلك ما تنساوش لايك سبسكرايب بارطاج باش تعمل افاده، وفين برت يحس بالسعاده. هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم بزاف، وكما العاده عرفوا انكم اذا ما تهليتوش فيه ما كاينش اللي غيتهلا فيه. Thanks for watching and see you in the next video. Peace.